البودكاست اسمه ازاي، ايوه. وانت اللي سميته كده، فاحنا مضطرين ان احنا نقول ازاي اضارب في البورصه يا رجائي. يعني يمكن يكون الحلقه ديت هنحاول ان احنا نفهم ازاي ابتدي، او مش هعرف ازاي اتداول في البورصه بشكل كامل في خلال الساعه ساعه ونص دول. ولكن الهدف من الحلقه ديت هو ان ازاي ابتدي، ازاي افتح حساب، وازاي اشتري اول وثيقه او اول سهم. انا شايف دي هتكون اكتر واصعب ازاي، بس خلينا نشوف ازاي انت هتبسطها علينا. يا رب ان شاء الله. رجائي، طلبه ازاي. مرحبا بك في الحلقه الثانيه من ازاي. عملناها، وصلنا للحلقه الثانيه. ما كنتش الحمد لله. متخيل ان احنا ممكن نوصل للحلقه الثانيه. يعني بالرغم تحفظي الشديد ان انت حطيتني انا في دور الراجل اللي هو بتاع التنميه البشريه وانت راجل الخبير الاستراتيجي، ايوه. ولكن انا هفوتها لك يا رجائي عشان انت حبيبي انت عارف. ال- الحلقة النهاردة بالنسبة لي هي حلقة مهمة جدا، لأن أنا واحد من الناس اللي عندي انطباعات معينة عن البورصة، وهي كلها انطباعات اوكي. غير مبنية على أي حاجة علمية خالص. مم. أنا من كتر ما أنا خايف من البورصة قررت إن أنا ما أقراش عنها. البورصة بالنسبة لي كأنها كانت قصة يلا. رعب، حاجة مم. كده مخيفة مش مفهومة، رغم إن أنا برضو راجل يعني شفت في الدنيا كتير ومشيت في مشاوير كتيرة اوكي. يعني. ففي البداية أنا حابب أولا إن أنت تجتهد معايا كده مم. وتاخدني بالراحة وتقول لي ليه أنا خايف من البورصة وإزاي ما أخافش منها. ليه ماشي. البورصة شيء أنا بالنسبة لي عبارة عن طلاسم حاجات داخلة في بعض، رغم إن أنا بسمع أخبار كتيرة جدا بتقولك إن إحنا بقينا ليستد في البورصة وفي جرس كده بيضرب. أنا مش فاهم مم. ليه الجرس ده بيضرب، أرجوك لازم تقول لي الجرس ده بيضرب ليه. و... وعايز طموح إن أنا في آخر الحلقة دي العكعكه بقى اللي انا عملتها لها هحكي لك عليها برضو في الحلقه، سيبها مم. لك مفاجاه، ان هي تبقى بشكل اكاديمي وشكل كده بسيط طبعا يخليني ان انا اكسب من البورصه. حلو. فارجوك ساعدني ان انا ما اخافش. ماشي. طيب بسم الله. انت ليه الناس كلها بتخاف من البورصة؟ لنفترض ان انا وانت قررنا ان احنا نعمل مشروع، فتحنا شركة كبيرة وابتدينا نشتغل. لقينا ان المبيعات مش مظبوطة، فهنبتدي نفكر ازاي ناخد اكشن، ازاي نحسن المبيعات. لقينا ان المصاريف كتيرة، فهنبتدي نفكر ازاي نقلل المصاريف والحاجات زي كده. الفكرة بقى ان في البورصة هو كل الفترة ديت اللي هي مثلا سنة سنتين على ما بنقعد نخطط ونحط استراتيجي وكده، دي ممكن تحصل في ثواني. فانا اشتريت دلوقتي حالا، في خلال 3 4 دقايق ممكن اكون خسران 10 15%، او ممكن اكون كسبان 10 انا عايز 15%. افكرك بالمقدمه ان انت بتحاول تطمني مش تخوفني اكتر. طيب. طيب، فهل كل الناس المفروض تخاف من البورصة؟ المفروض ان انا لما اجي استثمر في اي حاجة لازم الاول اكون فاهم كويس قوي انا بستثمر في ايه. مم. انا برضو قلت انا ممكن اخسر 5 ل 10% في عادي في دقايق، لكن ممكن اكسب كمان 5 ل 10%، هو ده 20% بقى، في دقايق. ده الكلام اللي اه. احنا محتاجين نسمعه يا رجائي، ما تخوفنيش. فهو هي مكسب وخسارة. مم. لكن لازم ندرس الاول، او لازم نفهم الاول يعني ايه بورصة، ازاي استثمر، يعني ايه اسهم، واكسب ازاي، وامتى يعني اقدر او ازود الفلوس بتاعتي في الاستثمار في البورصة يعني. يعني بشكل عام البورصه هي طريقه عشان ان احنا نعرف نشارك في شركات معينة مؤسسات معينة بنسب معينة، مم. اقدر من خلالها ان انا اعرف لو حبيت اخرج، حبيت اطلع، حبيت اطلع تماما اعرف، حبيت اطلع حتة اعرف. هل الفهم ده دقيق ولا؟ طيب حلو. خلينا نمسكها واحدة واحدة. أول حاجة، يعني إيه بورصة أصلا؟ مم. بورصة هو المكان اللي بينظم عملية الشراء والبيع لأي أداة مالية، مم. زي الأسهم، واللي هي اللي إحنا جايين نتكلم عليها النهاردة أو هنركز عليها النهاردة. فيعني إيه أسهم؟ برضو نرجع للمثل إن أنا وإنت قررنا إن إحنا نعمل شركة، مم. فجيت قلت لك هنعمل مصنع بيصنع أزايز بلاستيك. مم. هات 1,000,000 جنيه وانا 1,000,000 جنيه ويلا نشتغل. اشتغلنا والدنيا كبرت وابتدينا نصدر وتوسعنا وكله تمام. مم. محتاجين
فلوس زياده، محتاجين راس مال زياده عن الراس المال اللي احنا حاطينه. فجيت قلت لك يا طلبه احنا عندنا فرصه ان احنا نروح نفتح في السعوديه مصنع كبير، وده هيدينا بقى اكسس على هيدينا ان إحنا نقدر نبيع في الخليج وحاجات زي كده. محتاجين 50 مليون جنيه. قلت لي منين يعني؟ مم. فتحطهم انت يا رجاي بتاعك، يعني الحال واحد، يعني أيوة. مش هنضحك على بعض. فهنا عندنا كذا اوبشن ان انا اقدر اوصل للفلوس ديت عن طريق ان انا اروح استلف من البنوك، ادخل مستثمر جديد في الشركه، اعمل زياده راس مال وادخل مستثمر جديد، او ان انا اروح اطرح جزء من الاسهم بتاعتي في البورصه. مم. فالبورصه هي المكان اللي هيديني الاكسس للفاينانس، ان هو يديني الاتاحه للراس المال الجديد اللي اقدر بيه اتوسع في الشركه. ده مش السبب الوحيد اللي انا ممكن اروح اطرح اسهمي في البورصه، ممكن مم. يكون عمليه تخارج جزئي للمساهمين نفسهم، ان انا كمستثمر عايز ابيع لمستثمرين كتير عن طريق ان انا بطرح جزء من الاسهم بتاعتي في البورصه. اوكي، انت قلت جملة كده عايز ان انا يعني اخد منها الحديث واخد مم. الميكروفون الضخم ده. اللي انت بتقوله هنا ان انا لازم اتعلم واذاكر. طبعا. ما هي دي بقى المشكلة. مم. انت عارف الانسان بطبعه هو بيخاف مما يجهل. ايوه. انت جاي تقول لي وانا راجل كسرت ال 45 مستريح مم. روح اتعلم. مم. هيبقى عندي مشكلتين، اولا اتعلم ايه واتعلم فين. طيب. لان برضو الحاجات دي بتتكلم ان انا مش راح اتعلم فاهم مم. طريقة طبخ ايوه. راح اتكلم. انا هتعلم حاجة هتأثر على مدخراتي. صح. اتعلم ايه واتعلم فين. طيب حلو. يعني زمان كان الموضوع صعب قوي، انك انت كفرد مستثمر صغير معاك 10,000 جنيه 20,000 جنيه عايز تستثمر في البورصة، كان الموضوع شبه مستحيل ان حد يفهمك اي حاجة. دلوقتي الموضوع بقى اسهل بكتير، انت مش متخيل الموضوع بقى سهل ازاي. انت بمجرد انك بتنزل الابليكيشن، ومن جوه الابليكيشن whatever ايه هو الشركة، بتلاقي المعلومات اللي بتقدر تساعدك. هو في جزئين قبل ما تبتدي تفتح الحساب يعني، او تبتدي تتداول فعليا. هو عامل زي البورصة، عاملة زي العوم. انت حلو، انا ممكن اقعد اشرح لك 10 دقايق ربع ساعة المفروض تعمل ايه او ما تنزل المية ومش عارف ايه وكل الكلام دوت، لكن في الاول في الاخر مهما قعدت معاك سنتين بشرح لك لازم ترميني في المايه. لازم تنزل. مم. مفيش، ولما تنزل هتكتشف ايه ده، طب ما هو هتنسى اللي انا قلته وكل الكلام ده. صح. فهو اللي هنحاول نعمله في الحلقة ديت ان احنا نعدي كده بسرعة على المفاهيم الأساسية اللي تقدر تساعدني ان انا افتح حساب، وابتدي احط مبلغ صغير جدا ابتدي اجرب بيه، مم. ومنها نبتدي نتعلم. اوكي، انت برضو بتقول ان انت مش متخيل. م- لا انا قادر اتخيل، لان انا الحقيقه لما شفت الاعلانات بتاعت التطبيقات المختلفه م- سواء ثاندر سواء تيلدا ريسنتلي، كل الابلكيشنز المختلفه دي، قررت ان انا انط في الميه. بغض النظر اني عارف ان انت رجائي صاحبي خبير البورصه العالمي. رحت منزل الابلكيشن، م. ورحت شاحن المحفظه بتاعتي، اوكي. ورحت قررت ان انا اجرب. تمام. ورحت حطيت 500 جنيه. والحقيقه انا ببص لها من الناحيه التكنيكال او من ناحيه م- اليوزابيلتي. انا بحب اجرب اشوف الجيرني عامله ازاي. م- فلقيت فعلا زي ما انت بتقول ان الموضوع سهل وبسيط. انا طلب مني ان انا اعمل ريجستريشن، طلب مني شويه تفاصيل، بعتها البطاقه تمام. فجاه لقيت ميل جاي يقول لي الف مبروك، احنا العقد بتاعك اهو وادي النسخ، انت راجل النهارده ينفع تتداول. اوكي. فدخلت لقيت شويه جرافات كتير م- وارقام طالعه ومش عارف مين نزل وايه احمر وايه اخضر. فبحكم ان انا راجل طبعا خبير بورصه عالمي انت م. عارف، دورت فين الاخضر ورحت موزع فيه ال 500 جنيه دول. انا عارف ده ممكن يكون يعني انا عملتها من باب ان انا عايز اشوف التجربه، م. مش ان انا يكون ده مصدر من مصادر الدخل. طيب. ولكن انا فعلا قدرت ان انا اعمل حساب م. على التطبيق ده، على الابلكيشن دي، وجالي العقد. وفجأة لقيت نفسي انا بقى عايز احط 500 جنيه او 500 الف أو يعني براحتي. م. وقدرت ان انا اوزع على
محافظ مختلفه بناء على اللمبه حمراء ولا خضراء. اوكي. انا عارف ان الموضوع يمكن يكون اعقد من كده، مم. فعايزك تشرح لي ايه اللي انا عملته دون، وازاي ان انا ابقى بدل ما احط 500 جنيه احط 600 جنيه. ماشي. طيب تعال ناخد خطوة لورا. أول سؤال نسأله لنفسنا، أنا ليه أوجع دماغي أصلا وأستثمر في المطلق؟ فهو الاستثمار مش المفروض إن هو يكون اختيار. يعني أنا لو معايا فلوس وحطيتها خزنتها خزنتها تحت السرير تحت البلاطة، مم. يعني في أي بلد في العالم في الظروف الطبيعية الفلوس ديت قيمتها هتقل. ليه؟ لأن في حاجة اسمها تضخم. صح. فالتضخم هو ارتفاع في الأسعار. وعلى عكس ما الناس فاكرة ان التضخم دوت وحش جدا ولازم نحاربه وكل الكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا وكده، لا بالعكس. التضخم دوت ده حاجة بتساعد الاقتصاد في النمو، لان هو عكس التضخم وحش جدا على الاقتصاد. تعالى نتخيل كده انك انت عارف ان الاسعار عمالة تنزل، هتشتري الموبايل دوت؟ لا، هتستنى. ولما بتستنى المصنع ما بيبيعش، ولما المصنع ما بيبيعش هيقلل العمالة، ومن قلل العمالة هيقلل الاستثمار وهكذا، فيأثر على الاقتصاد بشكل عام بشكل سيء. هو التضخم السيء اللي هو الهايبر انفليشن، اللي هو التضخم الخارج عن السيطرة، التضخم الكبير قوي. فالتضخم بالعكس البنوك المركزية والحكومات بتحط تارجت للتضخم في السنين الجاية وتبقى عايزة تحققه. ولو التضخم نزل عن المستهدف بتحاول بأدوات مختلفة ان هي تعلي التضخم للمستهدف بتاعها. طيب فانت لازم تستثمر. طيب السؤال هنا تستثمر في ايه؟ وهنا طبعا اول اوبشن يعني ودايما الاختيار السهل عند كتير جدا من الناس، فلوسي في البنك حط فلوسك وخلاص. في البنك. ودي مش حاجة وحشة لو انت ما بتفهمش في حاجة غير ده. بغض النظر بقى بنك تقليدي بنك اسلامي بنك وخلاص، حط اختار فلوسك اللي في انت البنك. عايزه. حسب واحنا بالذات قناعاتك بالظبط براحتك. بالظبط. واحنا هنا في مصر عندنا ميزة ان البنك المركزي بيضمن كل الوديعات، فانت ضامن 100% ان فلوسك هتفضل موجودة مهما كان اداء البنك ده عامل ازاي وايه هو. طيب بس في حاجة لازم تفهمها، في تضخم طيب وفي فايدة. طيب ايه علاقتهم ببعض؟ العلاقة هنا ان هم تقريبا بيبقوا يعني الفايدة تبقى ازيد شوية من التضخم او اقل شوية من التضخم على حسب مكاننا فين في الدورة الاقتصادية وكده. يعني التضخم دي حاجة ممكن تتقاس. بالظبط طبعا وبتعلن عنها. فمثلا لو التضخم 10% بتلاقي الفايدة ما بين 9 ل 11% تقريبا. طيب فانت فعليا يا اما بتخسر فلوس لانك انت بتحقق ارباح اقل من التضخم الحقيقي، او بتكسب حاجة بسيطة. فاللي انا احط فلوسي في البنك مش حاجة وحشة، ولكن مش افضل حاجة. اوكي. طيب ايه الاختيارين التانيين المشهورين جدا جدا بالذات في مصر؟ دولار، ذهب، عقار. طيب هو الدولار مش هنعتبره استثمار قوي. هو صح. انت بتعمل هيدجنج، يعني بتحول فلوسك، بس برضو لما بتحول فلوسك للدولار ما انت في تضخم على الدولار. صح. يعني صح. ما يعني ده مش استثمار قوي. ولكن ذهب طيب وبرضو دوت مش حاجة وحشة، بالعكس. انت متوسط الارباح لو انت استثمرت في الذهب خلال 10 سنين اللي فاتوا في مصر، انا بتكلم على الذهب بالجنيه المصري، من حوالي 12 ل 13%. دي مش حاجة وحشة، بالعكس ده رقم كويس جدا واعلى من متوسط التضخم في السنين اللي فاتت دي في اخر 10 سنين. فانت فعليا حققت ارباح كويسة قوي. تمام. ولكن هل ده افضل استثمار؟ لا. طيب ايه الاستثمار التاني المشهور جدا برضو الناس؟ العقار. طيب العقار برضو في مصر في اخر 10 سنين حوالي من 12 ل 15% على حسب طبعا انت بتشتري في انهي مكان وحجم العقار وكل الكلام ده. لكن العقارات فيها مشكلة بس بسيطة، ويمكن يكون بشوية الابليكيشنز اللي طلعوا في فينتك وكده مؤخرا ابتدت تتحل، وهو المبلغ اللي انت محتاجه عشان تستثمر في العقار. بالظبط. يعني 10 مليون جنيه صعب ان انت توفرها بشكل عادي، ولكن في دلوقتي ابلكيشنز ممكن تقول لك اقتني جزء اللي هو كو اونر شيب من الوحده. بالظبط زي ناوي شيرز والحاجات دي. مظبوط. فبرضو دي كويسه. ولكن يمكن يكون في لسه مشكله، وهي الليكويديتي او التسييل بتاع العقار. فانا اشتريت عقار
ب10 مليون جنيه مش عارف ابيعه. وطلع ل20 مليون جنيه، بس انا عايز مين فلوس هيشتري دلوقتي. بقى؟ مفيش. ممكن يكون السوق لسه صح. مش شغال. وبرضو يعني دايما بنسمع فقاعة عقارية وكل الكلام دوت. هو ده لو حتى لو حصل بيرجع السوق بيرجع يظبط نفسه لوحده. بالظبط. فبقول مم. لك هو معدل لو انت استثمرت في العقار من 10 سنين، متوسط ارباحك في السنة طبعا انك تأجر وكل الكلام دوت حوالي 12 ل 15% في العقارات. مم. فبرضو دي مش حاجة وحشة. طيب. انت معيش الارقام اللي بتقولها دي، ممكن الساده المشاهدين يطلعوا يتحدى هذه الارقام. يعني طب. خليني اقول لك برضو بنظره بدائيه جدا، مم. كان الجنيه الذهب مم. في 22 مم. كان ب 10000 جنيه. ايوه. النهارده 35 او بيلمس في ال 40 ايوه. او 40000 جنيه. اه. فانت بتتكلم على 4 اضعاف. مم. ده اللي انت قصدك عليه ولا ده اللي انا قصدي عليه. مم. المتوسط من 10 سنين لحد دلوقتي، مش انت كل خدت سنة. بالظبط، خدت ال10 سنين مش اللي حصل في وقسمتهم. اخر 4 سنين. لا فهمت خالص فهمت خالص. تمام. مم. مم. اكيد طبعا في فترات هتلاقي الذهب سابق جدا، في فترات هتلاقي العقار سابق جدا، مظبوط. لكن مم. انا بكلمك على متوسط 10 سنين. وبكلمك مم. والارقام ديت يعني يمكن تكون دي اعلى شوية من الارقام عالميا، مم. ولكن دي الطبيعي ان العقار مم. مش بعيد عن الذهب. يمكن يكون ساعات الذهب بيسبقه شوية وساعات العقار بيسبقه شوية، ولكن دي المعدلات المتعارف عليها يعني عالميا. انت بتقول دي الافريج المتوسط على 10 سنين، بالظبط. اللي هي قول 15% اعلى حاجه يعني. مثلا. ولكن انت لما في بدايه الحلقه كنت بتتكلم على البورصه، كنت بتقول ال 15% دي ممكن تعملها في 5 دقائق، في 10 طيب دقائق. حلو ماشي. فاحنا هنا برضو اعتقد ده عنصر تاني اللي هو الوقت. حلو. فما هو الاستثمار الثالث، وهو انا بتكلم على متوسط طويل الاجل، يعني مستثمر 5 سنين 10 سنين. فانت متوسط ارباحك في البورصه بالطلوع بالنزول بكل اللي حصل بالكورونا، بكل الحاجات اللي حصلت ديت على مصر والظروف الاقتصاديه، هو متوسط ارباحنا 23% تقريبا. على اخر 10 سنين، يعني لو قسمت الارباح بتاعت كل مش سنه متوسط 10 سنين، متوسط 10 سنين، فاحنا مثبتين ال 10 سنين معانا 23% تقريبا. اعلى تقريبا 10% من الحاجات التانية. بالظبط. فهو اعلى نسبة ارباح في وسط كل الحاجات دي، في وسط الفايدة، في وسط الذهب، في وسط العقارات. اوكي. ولكن كل ما زاد معدل الربح كل ما زاد المخاطرة، ودي حاجة لازم نحطها يعني قدام نفسنا كده، ولازم نبقى صادقين مع نفسنا، ولازم نتحمل مسؤولية قرارك. لازم تتحمل مسؤولية قرارك، لأنك أنت في الأول في الآخر أنت اللي هتكسب وأنت اللي هتخسر. أنت قلقتني على 500 جنيه، أروح أرجعها تاني ولا أعمل إيه؟ لا خليها خليها وإن شاء الله بنهاية الحلقة نعرف 500,000 بالظبط إزاي نقدر نتحكم في المخاطر وإزاي نكسب أكتر إن شاء الله. فعشان كده أنا يعني حابب إن الناس تبتدي، مش تستثمر، تبتدي تستثمر او تبتدي تبص على البورصه كواحده من الاختيارات المتاحه، حتى لو انا حجمي صغير. يعني برضو ميزه البورصه ان انا ممكن ابتدي زي ما انت ابتديت 500 جنيه يعني. ده رقم عادي. ممكن لا، وفي اقل من كده، في اقل من كده ممكن 100 جنيه عادي، مفيش اي مشكله. ولكن لازم يعني لازم تبتدي. طيب ايه يعني هرجع للحته برضو بتاعت اتعلم ايه واتعلم فين. قبل ما احنا نبدا الحلقه، انت الحقيقه فاجئتني ان انت اتعلمت اداه، او كنت بتشرح اداه يابانيه اسمها شوكوموكو. باين الشوكوموكو. يعني انا طبعا افتكرتك بتشتمني، بس يعني ايه الشوموكو دي، وليه ممكن واحد ان هو يتعلم حاجه اسمها الشوموكو؟ هتفيد ايه مين ازاي يعني؟ ماشي. طيب من غير ما نغطس طبعا قوي في التفصيله لا، دي. مش هنغطس قوي. هي الاداه ديت ده تحت منهج اسمه التحليل الفني، تكنيكال اناليسيس، وده المنهج اللي انا كنت متخصص فيه اكتر لما كنت بشتغل في البورصه يعني وكده، شركات السمساره يعني. ولكن طيب انا لو انا عايز اعرف اشتري سهم ايه، ففي نوعين من او الطرق، المناهج اللي انا بقدر اختار بيها الاسهم اللي انا اقدر استثمر فيها. اول حاجه هو الاستثمار او التحليل المالي، وتاني حاجه التحليل الفني. فالتحليل المالي هو ان انا بروح، انا اتفقنا ان الاسهم ديت هي جزء من الشركه، صح. فالتحليل المالي هو بيدرس الشركه من الناحيه الماليه.
فبيشوف الشركة ديت تعمل أرباح، شايف الشركة ديت هتعمل أرباح أكتر الفترات اللي جاية، السنين اللي جاية ولا لأ، أو الظروف الاقتصادية عاملة إزاي وهتبقى عاملة إزاي، بقى أحط التوقعات ليها وبطلع قيمة عادلة للشركة ديت. تمام. وفي التحليل المالي بيفترض ان لو القيمة العادلة ان انا كمحلل مالي طلعتها وليكن مثلا 100 جنيه، لقيت السهم بيتداول ب 80 جنيه، فانا بعرف ان السهم دوت فيه فرصة ان هو في الغالب خلال الفترات اللي جاية هيطلع لل 100 جنيه. والعكس لو انا رحت لقيته ب 150 جنيه انا عارف ان دوت سهم مبالغ في سعره والمفروض ان الاسعار هتنزل لل 100 جنيه. والمنهج دوت ده المنهج اللي هو بيستخدمه وارن بافيت، اللي هو واحد من اعظم واكبر المستثمرين في العالم، ويعني واغنى واحد من اغنى 10 في العالم يعني. بالبساطه ديت هي المشكله. بس في التحليل المالي طبعا انك لازم يبقى عندك خبره كبيره جدا في التحليل المالي، وده مش موضوع سهل. ولكن برضو في الابليكيشنز الجديده زي ثاندر وكده، عندهم رامبل تقريبا بيقدر يساعدك، عندهم محللين ماليين وبيقدروا يطلعوا القيم العادله للشركات. خلينا ناخد اللي انت بتقوله ده على ماشي. التطبيق العملي. ماشي. يعني انا النهارده نزلت ثاندر ونزلت تلدا وقعدت اجرب زي ما قلت لك يعني. واخر حاجه هي تلدا بالنسبه لي جربتها. اوكي. يعني ما عنديش بريفرنس دي او دي، بس يعني عشان دي اخر حاجه انا جربتها. اللمبه الحمراء واللمبه الخضراء، لما الاقي سهم طالع كده اخضر ونازل احمر، تمام. اكيد في حاجات اعمق من كده تخليني وانا قاعد على الكنبه فاتح ابلكيشن تلدا وقررت ان انا هخرج جزء من مدخراتي، السيفنجز بتاعتي، هحط رقم معين هستثمره. انا هبقى منتظر ان هو يدخل لي ان شاء الله بعد ما ناخد بالاسباب ونذاكر يعني نحلل وكده كمواطن عادي مش كواحد متخصص زيك، ان انا ازاي اوزع الفلوس دي، سواء مثلا خلينا نقول ال 10000 جنيه، بناء على ايه وانا قاعد على الكنبه وماسك الابلكيشن في ايدي اقرر ان انا هحط هنا 30% من الجزء اللي انا مخصصه للاستثمار، هنا 25، هنا 10، الحاجات دي، من غير ما اضطر ان انا اروح اذاكر وشموكو ولا ابقى محلل مالي. انا مش محتاج اكون محلل مالي، انا مواطن عادي. اوكي. خصوصا اللي انا فاهمه ان الابلكيشنز دي بقت تساعدني على اخذ القرار. تمام. وهيبقى في سؤال يمكن يكون برضو عشان واحد مش متخصص بيقول طب الله، طب ما هي لو سهله كده ما كلنا نعملها. فهل برضو لو العدد المضاربين او المستثمرين في البورصه بقى كبير جدا، انا فقدت التميز عشان انا نزلت الابلكيشن بدري، او يعني ايه اللي بيحصل في الحته دي؟ طيب اولا يعني احنا اتكلمنا على الجزء التحليل المالي، ولكن التحليل الفني هو ان انا بدرس حركة السعر نفسه. وجرى العرف او الناس دايما بتستخدم التحليل الفني على الشورت تيرم. لو انا بخش مضارب اكتر، انا بتداول على الشورت تيرم اللي هو مثلا من شهر ل6 شهور. والناس بقية الناس بتستخدم التحليل المالي لو انا متداول طويل الاجل من 6 شهور فيما فوق. حلو، يعني في تفرقه ما بين التحليل المالي والفني بالظبط. في عنصر الوقت. بالظبط. من واقع خبرتي انجح المستثمرين وانجح المديرين الاستثمار هم اللي بيقدروا يستخدموا الاثنين مع بعض. اوكي. ولكن انت كمبتدئ انت محتاج وقت كبير جدا عشان تتعلم اي من المنهجين يعني. اوكي. فعشان كده بقول دايما انت كمبتدئ انت مستثمر طويل الاجل، مالكش دعوه. احنا ما بنشتريش ونبيع في نفس الجلسه، ما بنشتريش ونبيع بكره او بعده. انا بدور على اسهم اقدر احوش فيها. فانت بتنصح المبتدئ ان هو يحط الفلوس دي مش عشان يسيبها بعد شهر ولا بعد 6 شهور؟ لا، سنين. انا بتكلم اوكي. سنتين 3 مينيمم يعني. تمام. ليه؟ لانك انت ما عندكش الخبره اللي تقدر تفهم فيها امتى اشتري وامتى بيع. والموضوع مش سهل. في طبعا يعني محللين كبار ومع مختلف الشركات بيساعدوا، بيدوا تحاليل وبيدوا نصايح. ولكن برضو الموضوع مش سهل ومحتاج يعني تفرغ اكتر من كده. فعشان كده بنصح دايما المبتدئ ان هو يتبع استراتيجية بسيطة جدا وسهلة جدا، وهي ان هو يختار يعني
اكبر 10 او اكبر 5 ل10 اسهم قدامه، ويفضل دايما لو في حاجة هو فاهم فيها. فمثلا انت راجل بتاع تكنولوجي وفاهم في التكنولوجي، ففاهم اي فاينانس وفاهم فوري وعارف بيشتغلوا ازاي. فلو حسيت ان في فرصة في السوق بتاعهم، وان هم الشركات كويسة، وان السي او راجل محترم وعنده فيجن وكده، ممكن تستثمر فيهم. فجزء من القرار كمان بيعتمد على الفهم للصناعة دي طبعا والاشخاص اللي بيديروا الشركة، طبعا لان بيكون عندهم رؤية لقدام، اعلنوا عن حاجة معينة. مليون فانا في المية. حسيت ان الاعلان ده هيكون فيه، هيكبر الشركة، هيكبر القيمة السوقية بتاعتها. صح كده، مظبوط. ف وبرشح انك طبعا ما تحطش، يعني لو انا مثلا ما اعرفش غير فوري، ما احطش كل فلوسي في فوري. ما عنديش مشكله انك تحط جزء كبير في فوري، لكن عندي مشكله انك تحط كل فلوسك في سهم واحد، مش مفهوم. فوري بالاخص يعني. ف وهي يعني برضو انت لو قعدت تفكر، مثلا انا عندي حساب في بنك CIB وشايف ان هو بنك كويس، طب ممكن استثمر فيه كبداية. انا مش بقول طبعا ان دي الطريقة الافضل لاختياري الاسهم اللي انا استثمر فيها ملايين، ولكن دي الطريقة الافضل ان انا ابتدي استثمر ب1000 جنيه و5000 جنيه، او اختياري للاسهم اللي انا استثمر فيها بالطريقة ديت يعني. سؤال في الحتة دي، م. لان ده بالنسبة لي يعني انت غيرت لي مفهومي عن م. عن البورصة اللي انا خايف منها بقالي سنين أيوة. طويلة. الناس فاهمة او انا فاهم، بلاش الناس، ان الاستثمار في البورصة ده هي وظيفة جانبية، يعني ما بتحتاجش تفرغ كبير م. ولا بتحتاج يعني علم كبير. م. والحاجة التانية ان هو استثمار شورت تيرم، أه. قصير الاجل. م. فدي مفاهيم كلها انت راجعتها لي النهارده. أيوة. بس يعني ايه اكون متفرغ؟ ما انا يعني ابقى ما بعملش حاجه في حياتي غير حلو. إن انا بدور في طيب البورصه. فانت لو يعني، لا طبعا مم. اكيد لا، ولكن انت محتاج تديها جزء من وقتك لو انت عايز فهمت. تتخصص قوي، او تستثمر جزء كبير جدا من فلوسك بنفسك. وهنا برضو في فرق ما بين انا هروح استثمر في صناديق استثمار وممكن نتكلم عليها، او ان انا استثمر في اسهم بنفسي. لو استثمر في اسهم بنفسي، لا انا لازم اخصص جزء من وقتي مم. ان انا افهم الاقتصاد، افهم الشركات نفسها بتشتغل ازاي، وافهم ادائها المالي وادائها من الناحيه خليني الفنيه. هقول لك تجربه عمليه. انا مم. النهارده جيت خلصت شغلي. انا موظف عادي 9 to 5، روحت البيت الساعه 6، اتغديت، صليت، قعدت في اوضتي. انا بخصص من 8 بالليل ل 11 بالليل ل 9 بالليل وقت معين. حلو. انا هقعد هشوف حاجات معينه، مم. هانلايز حاجات معينه، هبنيها على الحاجات اللي انا شفتها امبارح واول امبارح وقدام، لغايه مم. ما اخد قرار. يعني الواحد ما تمام. ياخدش قرار وهو قاعد، صح. الواحد بيقعد فتره زمنيه صح. يذاكر ويقرا ويتخيل ويقارن ما مم. بين حاجات معينه. ودي هتاخد منه يعني ساعتين 3 في اليوم، تمام. لو هو يعني خلاص بقى دي فلوسي. مم. وبناء عليه انا رحت واخد القرار ان انا هنا، مم. ورحت سميت الله ونفذت. مم. وقعدت بقى ايه، قعدت بقى اتفرج. مم. يا اما قعدت برضو تاني يوم تالت يوم برضو بحط فلوس تانية في مكان تاني، تمام. او ان انا عمال اتفرج على حاجه بتحصل تخليني اقلق، تمام. او اتفرج على حاجه ما تخليني انبسط. مم. فالجزئيه بتاعت ان انا اقلق او انبسط دي، اعتقد دي فيها جزء من الاوبزرفيشن او المتابعه، مم. تدقيق. مم. خبر جديد نزل، اداره اتغيرت، مم. تكنولوجي جديده ظهرت على مجالي مثلا، مم. فخلت ان انا اقلق، احس ان في حاجه اوكي. بتحصل مم. معينه. ده جزء اللي هو برضو واحد غير متخصص بيبص من بره. مم. اكيد في بقى جزء تاني ان في حركه تداول معينه، حد باع كتير حد باع قليل، لقيت السهم عمال واخد غطس تمام. ونازل. طيب. يعني حابب ان انت برضو تدينا كده نبذه سريعه عن الحته دي. طيب خلينا نقول انا لسه ببتدي خالص، انا لسه ما عنديش اي خبرة، مم. وسمعت الحلقة او اتفرجت على فيديو او سمعت حد من صحابي حكى لي عن البورصة، وقررت ان انا
ابتدي. مظبوط. فعملت زي ما انت عملت بالظبط، نزلت تيلدا، نزلت ثاندر، ار فاينانس، هرمس 1، اي اف جي. يعني اي ابلكيشنز بين الابلكيشنز ديت. واول خطوه طبعا عملت الحساب، فتحت الحساب بتاعي ومضيت العقد وكل الكلام دوت، وابتديت حطيت الفلوس. فاول حاجه محتاج اعملها، محتاج ان انا ابقى راجل نسبيا مطلع على الاخبار. بحب دايما ان قبل ما تبتدي يومك اصلا انك تبتدي تقرا الاخبار يعني. وبرضو من خلال الابليكيشنز اللي انت بتتداول عليها غالبا بيبقى فيه اخبار مغطيه الاقتصاد، مغطيه معظم الاسهم وكل الحركات اللي انت اتكلمت عليها، او اللي ممكن تؤدي الى ان السهم يرتفع او السهم ينزل. ولكن مش دي الطريقه اللي عايزك تبني عليها قرارك اشتري سهم ايه دلوقتي. احنا لازم نستثمر في اسهم كبيره، في اسهم معروفه، في اسهم انت فاهم هي بتشتغل في ايه، واسهم برضو تتماشى مع قناعاتي الشخصيه. 100%. مش عايز استثمر في حاجه مضره من وجهه 100%. نظري، مش عايز استثمر في حاجه مؤذيه. طبعا طبعا. وبرضو بالمناسبة يعني ان في البورصة المصرية عندنا في مؤشر للأسهم اللي متفق عليها ان دي اسهم شريعة كومبلاينت، اللي هم دول متفق عليها انها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ان هي ما بيشتغلوش في سجاير، ما بيشتغلوش في خمرة، ما بيشتغلوش نسبة القروض بنسب معينة، حاجات زي كده. فبرضو دي ممكن اكون هم عددهم تقريبا 33 سهم تحت مؤشر اسمه EGX 33. فبرضو ممكن اكون اختار من الاسهم ديت او اسهم تانية على حسب قناعتك الشخصية يعني. فلازم اسهم كبيرة، اسهم انا عارف هي بتشتغل في ايه، واسهم معروفة. ودي حاجة اساسية. حتى لو انا يعني حابب شكل سهم او شفت سهم طالع 100% خلال 5-6 ايام، لا يعني انا اختار اسهم كبيرة. ده مؤشر بالظبط يخليني اخد القرار. اه في شركه انا عارفها موجوده في مصر، يعني مش عارف ينفع اقول اسمها، هضطر لازم استاذنهم الاول، فممكن نعديها المره دي. ولكن الشركه دي هي الصبغه بتاعتها ان هي بتستثمر في شركات مسؤوله. تمام. يعني جزء منها ممكن يكون شريعة كومبلاينت، ممكن يكون جزء تاني environmental initiatives معينة، حاجات صديقة للبيئة، حاجات مثلا ما فيهاش زي ما انت قلت مضرة بالصحة زي التوباكو والحاجات دي. فهم عاملين زي identity، هوية، ان احنا مكان بنستثمر اموالك في اللي هي ما بيسموهاش حرام وحلال، بيسموها social responsible. تمام. عندهم المسؤولية المجتمعية. يعني الحتة برضو اللي انا متوقف عندها ايه الفرق، ايه اللي التطبيقات دي عملته فرق. يعني ايه اللي كان بيحصل قبل ظهور ثاندر واي اف جي وتيلدا، وبعد ما ظهرت التطبيقات المختلفة دي ايه الفرق. يعني قبل ما تظهر كنت انا بروح بنفسي لمكان اكس عشان اديله ورق، استلم ورق. يعني ايه اللي كان بيحصل في العالم، وايه من وجهة نظرك خلى ان التطبيقات دي ساعدت جدا ان الحياة تبقى اسهل لدخول العالم ده؟ طيب، هو يعني زي ما قلت لك قبل كده ان قبل التطبيقات ديت لما تظهر كانت عدد المستثمرين في البورصة كلهم ما يتعداش 50,000 الانفستور، يعني الاكتيف انفستور. في مستثمرين كتير متسجلين، ولكن المستثمرين اللي فعليا كانوا بيستثمروا في البورصة كانوا ما يتعدوش 50,000. 50,000 من 100 مليون، ده رقم فيش. ده اتغير تماما مع ظهور ثاندر رقم 1، وبعد كده بقيت الابليكيشن. عندك ارقام مثلا 50,000 بقت كام دلوقتي؟ ما عنديش ارقام، بس لا يعني بقى 10 ضاعف times يعني اتليست يعني يا 10 اضعاف الرقم دوت على الاقل. يمكن يكون اكتر بكتير يعني دلوقتي كمان. فكان الموضوع صعب جدا قبل لان المعلومه اصلا ان انا اروح لمين ما كانتش متاحه عند كل الناس يعني. الموضوع دلوقتي بقى اسهل بكتير. يعني كان زمان طبعا لازم تروح للشركه، لازم تمضي، ولحد دلوقتي يمكن يكون في بعض الشركات اللي لسه التكنولوجي ما دخلتش عندها قوي لازم تروح تمضي وكده.
غير كده طبعا لازم تحط الاوردر بتاعك يا بالتليفون يا بالايميل. زمان كان تليفون بس يعني، فكان الموضوع برضو بالتليفون عشان المكالمه تبقى متسجله عشان ولا؟ المكالمة تبقى مسجلة. عشان لو انا قررت ان انا ارجع في كلامي ما حدش يقول لي انت مكالمه بالظبط. لحد متسجله. دلوقتي المستثمرين الكبار ما بيفيش اوردرات بالابلكيشنز، يعني المستثمرين الكبار قوي اللي اه هو مش يعني انا عايز اشتري ب 20 مليون 10 مليون، مش هحط الاوردر بتاعي بالابلكيشن اه وانفذه دلوقتي حالا. ممكن يحرك السهم، خصوصا لو هو سهم صغير. بس مين الشخص اللي انا كلمته اللي هو المكالمه دي متسجله؟ الجهه دي اسمها ايه؟ دي شركة السمسرة. ومن جوه شركة السمسرة ده بيبقى مدير حسابك اللي هو البروكر. اللي هو البروكر. اه بالظبط. على حسب طبعا الشركة، بس مم. اكونت مانجر، بروكر، سيلز، مفهوم. تريدينج. فانا عندي حد هو بيقوم بالوظيفه بتاعه الاناليسيس دي بالنيابه عني، وانا اخترت شركه السمسره دي اكس عن شركه السمسره واي لان نتائجهم احسن، او واحد مثلا صاحبي حط مع هنا فقدر يحقق. ماشي. يعني برضو اختيار شركة السمسرة بتبقى عاملة ازاي؟ ده اول سؤال. وتاني سؤال اللي بيطرح نفسه، هل شركات السمسرة دورها هيندثر، هتختفي؟ مم. زي مثلا ما احنا بنقول ان الاي اي بيهدد الوظائف زي مثلا المبرمجين مم. هل التطبيقات الموجودة المختلفة دي بتغني عن وجود شركات البروكر؟ يعني طبعا مش هتنتهي 100%، ولكن مم. هل هي دخلت تاخد جزء من الوظائف اللي كانت بتعملها؟ مهم. طيب. اولا اخت- يعني شركات السمسارة هتفضل موجودة، لان انت ما ينفعش تروح البورصة دايركت وتقول لهم انا عايز اشتري. انت لازم تروح عن طريق شركة سمسارة. شركة سمسارة بتديك مجموعة من الخدمات: مم. تحليل، اخبار، نصايح، حاجات زي كده. فاختيارك لشركة السمسارة هو ايه الخدمات اللي بتقدمها لي، وايه النسبة اللي بتاخدها، لان هي مم. شركة السمسارة عادة بتاخد يعني نسبة من حركة التداول بتاعتك. مم. المدير الحساب او السيلز ده مش هدفه ان هو يدير حسابك. هدفه او يعني يتداول بالنيابة عنك. هدفه ان هو يديلك النصايح ويديلك او يوصل لك النصايح. هو مش يعني المفروض بيجيب النصايح من مصادر مختلفة بقى. بالظبط. اه من هو ضمنها يعني. بيعمل حاجة انا مش هعرف اعملها لوحدي. بالظبط. اه بالظبط. وده غالبا اللي بيلجأ له اللي بيتداول بأرقام كبيرة. كبيرة إلى حد ما، مم. خصوصا لو هو مثلا مشغول وكده. فأنا بختار شركة السمسارة بناء على مجموعة الخدمات اللي بتقدمها لي. وتاني حاجة، لو أنا قررت إن أنا مش عايز أستخدم أبليكيشن، عايز أكلم حد، طبعا ببني معاه الثقة. ولكن برضو بحب أأكد على المعلومة إن هو مش المفروض إن هو يدير حسابك بالنيابة عنك، إن مم. هو ياخد القرارات بالنيابة عنك. لأنك أنت اللي هتكسب وأنت اللي هتخسر. يعني هو مم. أنت لو كسبت هو مش كسبان حاجة، ولو خسرت هو مش خسران حاجة. هو بياخد نسبة على الترانزاكشن، على التنفيذات اللي انت بتعملها، على البيع هو او الشراء. بياخد نسبة على التنفيذ بغض النظر التنفيذ ده كان بيكسب مكسب او ولا خسارة طبعا. مم. اوكي تمام. مم. فهو لازم فعلا اكون جزء من المعادلة. بالظبط. مم. مم. بس يعني ما انا جاي له بقى هو بيقدم لي خدمات. فانت قصدك يعني لو انا النهارده اشتغلت مع شركة ما وما كسبتش مم. فهغير بقى الشركة دي، اوكي. هشوف شركة سمسارة تانية مم. اقدر اعمل كده. طيب تقدر تعمل كده، بس انت لو اشتغلت مع شركة ما وما كسبتش، هو مش معناه ان الشركة ديت هي المشكلة. هو مفهوم. المشكلة عندك انت. مم. لانك انت اللي بتاخد القرار في البيع والشراء. ولكن في برضو للي ما عندهمش يعني وقت ان هم يدرسوا، ما عندهمش وقت ان هم يذاكروا ويتابعوا الاخبار، مم. في طريقة اسهل بكتير، مم. وهي صناديق الاستثمار. مم. فاحنا عندنا هنا شركات السمسارة، وعندنا شركات إدارة للصناديق وإدارة للمحافظ. في الشركات دي بتاخد فلوس، بتلم فلوس من مستثمرين مختلفين. مم. وليكن مثلا لما 100 مليون جنيه، 100 مليون جنيه ديت في واحد حاطط مليون، وواحد حاطط 10,000 جنيه، وواحد حاطط 500 جنيه. مم. بياخدوا الفلوس انت ديت. مصمم على 500 جنيه عشان عشان غالبا انت دي بتوعي. ايوه. ويبتدوا يستثمروهم مم. في البورصة او في سندات، او على حسب هم بيقولوا بيستثمروا في ايه. ودي انسب حاجة للمستثمر
اللي عايز يستثمر فلوسه في البورصة ولكن في نفس الوقت ما عندوش الخبرة وما عندوش الوقت ان هو يتعلم. اوكي، فانا دخلت الابلكيشن، دخلت الابلكيشن لقيت في حاجه اسمها صناديق. بالظبط. في كذا نوع من الصناديق، في اه صناديق ذهب، صناديق فضة، صناديق أذون خزانة وسندات خزانة للدخل الثابت، وفي صناديق أسهم. اوكي. وحتى صناديق الأسهم فيها نوعين، فيها صناديق أسهم بس كده، وفيها صناديق أسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. هنروح لصناديق الذهب، لان ماشي. انا راجل بدل ما اروح اشتري ذهب انا بقيت متطور شويه. انا هستثمر في صندوق ذهب، حلو. واعتقد في صندوق نزل جديد اسمه شكمجيه تقريبا، أيوه بكره بكرة تقريبا بالظبط. نزلوه. فانا قررت ان انا بدل ما اروح اشتري ذهب فيزيكال انا هستثمر في الذهب. واعتقد بكره هم شريعه كومبلاينت، هم يعني شريعة ده compliant. من بالظبط. الحاجات الايدنتيتي مم. بتاعتهم، الهويه بالظبط. بتاعتهم. فانا حسيت ان هي بتماتش قناعاتي الشخصيه، وحسيت ان هو ده التطور الطبيعي، ان انا تطورت بدل ما رحت اشتريت جنيه ذهب ولا 10 جنيه ذهب، انا تمام. رحت استثمرت في صندوق مم. شكمجيه مثلا مم. او غيره، اوكي. عند بكره او برضو عند غيرها. انا كده مواطن. وبرضو اللي انا فهمته منك ان انا لما هشتري في شكمجيه على سبيل المثال، انا هنا حاسبها سنتين 3. ماشي. هو الصناديق الذهب هي استثمار في الذهب، هي اه بالظبط زي او شبه انك انت اشتريت ربع جرام ذهب، جنيه ذهب، جرام ذهب، على حسب اه المبلغ اللي انت حطيته يعني. ولكن الميزة خصوصا لو انا بستثمر بمبلغ كبير ان انا ما عنديش مشكلة هخزن الذهب ده فين، صح. وافرض حطيته هنا واتسرق، افرض حطيته هنا، او ان انا اجر خزنة في بنك علشان احط صح. ده. وفي نفس الوقت مش هعرف اسيره بسهوله لو انا عندي ذهب، يعني قعدت اشتري ذهب بالظبط، فانا لازم اروح مش عارف واسحب القصه بالظبط. واشوف حد يشتري. وغير كده كمان لو انا معايا مثلا مش سبيكة 100 جرام ذهب، مم. انا عايز ابيع 5 جرام بس، مش هقدر اكسرها. صح. فالصناديق اقدر ابيع جزء من السيرتيفيكت مفهوم. بتاعتي، الوثيقة بتاعتي. فمثلا في انا برضو عايز انوه على حاجه مهمه، مم. ان فكره احنا هنا مش بنتكلم حرام وحلال، دي كل واحد عنده قناعاته الشخصيه، طبعا يروح هو يذاكر وياخد قرار لوحده، بالظبط. لان دي حاجه قناعات في يعني الاخر انت اللي يعني. هتكسب وانت اللي هتخسر وانت اللي هتتحاسب بالظبط، هتحاسب مع ربنا. فاحنا اه هنا مش بنتكلم عشان برضو ما نفتحش مجال لحته حرام وحلال والحاجات دي. مم. احنا مش جهه بتحدد ايه الحرام والحلال، احنا بنتكلم من الناحيه التقنيه او الفنيه، خلينا مم. نقول في فكره الاستثمار في صناديق الذهب، والفرق ما بين الصناديق والاسهم والحاجات دي. بالظبط. حبيت بس احط صناديق الذهب الدس... وصناديق الاسهم برضو نتكلم حبيت عليها. بس اعمل الديسكليمر ده طبعا. عشان ايه نقطع الطريق قبل ما اه الدنيا تفتح علينا. طيب. فانت عشان تشتري في الصندوق انت محتاج شركة سمسارة، مم. فبتروح تفتح حساب في شركة السمسارة، وليكن مثلا على بكرة متعاقدين مع اللي هم Arab Finance، اللي هم AF Securities. نزلت الابليكيشن بتاعهم، فتحت الحساب بتاعك، حطيت الفلوس، حولت لهم الفلوس، بقى عندك محفظة تقدر تشتري وثائق في صندوق الذهب، تقدر تشتري وثائق في صندوق أسهم، في صندوق دخل ثابت. انت اللي بتختار. اشتريت، قول لنا الشراء. عادة هو طبعا مواعيد جلسة التداول في البورصة عامة من الساعة 10 ل2:30، تقدر تشتري في الوقت دوت. مم. كل صندوق بيبقى له اللي هو الفيزا. عشان كده لما حطيت ال 500 جنيه بتاعتي عرفت تشتري الساعه بالليل الساعه 11 بالليل، لقيتي بيقول لي اندر بروسيسنج. افتكرت هو مستلم مبلغ يعني، وفعلا تاني يوم قال لي الف مبروك يعني خلاص بروسيست. عشان كده هي ليها مواعيد. طبعا. ما بتشتريش في اي وقت لا لا، من الحد للخميس كل يوم من الساعة 10 لحد 2:30. اوكي. ولكن في الصناديق بالذات هي بيبقى لها مواعيد، وكل صندوق بيبقى له ميعاد انك تسبسكرايب، انك تشترك في الصندوق دوت، ومواعيد انك تسحب. فانت برضو وانت بتشترك في الصندوق بتقدر تعرف المواعيد، اقدر احط فلوسي امتى واقدر اسحبها امتى في اي يوم. اوكي، ده كلام مم. يعني بينور ايوه لمبات كتير في حياتي يعني. بس مش عارف برضو انت اتكلمت على صندوق الذهب، بس صندوق الاسهم وده برضو موضوع مهم جدا. هو زي ما قلت لك، انت بدل ما يعني تضيع وقت في اختيار تذاكر خصوصا لو انت مثلا مشغول على طول، ما عندكش مم. وقت، ما عندكش مجهود،
انك تقرا كتير. صناديق الاسهم يعني تعتبر من افضل الاختيارات ليك، مم. لانه طبعا كل الشركات الموجوده يعني شركات محترمه خاضعه لهيئه الرقابه الماليه، فانت واثق مم. في اداره او طريقه اداره الفلوسك في الاسهم. ممتاز. فده نوع تاني من بالظبط. الصناديق اللي هو صناديق الاسهم. مم. طيب لو انا عايز احط بيرسونا او هويه للشخص اللي هو بيضارب في البورصه او هيستثمر في البورصه، مم. هل انا ممكن اقول ان واحد، هاخد امثله متعدده يعني، واحد مثلا خرج معاش مم. ومعاه مبلغ ما، فقرر ان مم. هو يطلع 25% منه ماشي. عشان ان هو يضارب في البورصه. مم. وهقول ان هو بعد ما طلع معاش اصبح عنده رفاهيه الوقت مم. دلوقتي، فهو بيصحى من النوم مم. الصبح بيتفرج على الاخبار مم. الاقتصاديه المختلفه، وهو واحد واخد قرار ان هو دي تبقى الحاجه اللي يشغل بيها وقته، وفي نفس الوقت يعرف يعمل منها استثمار فلوس. تمام. فهو عمال يتعلم الاول الادوات اللي انت قلت مم. عليها، طبعا اللي هي الحد الادنى، مش عشان يكون بقى محلل مالي كبير، بس هو اتعلم الادوات اللي هي ايه، ادوات النجاه يعني، مم. عشان ما يخسرش كل حاجه في حياته. وفضل كل يوم الصبح عنده روتين ان هو بيتفرج على الاخبار، وبعدها بيقعد يفتح وياخد القرارات ان هو هيستثمر في فين، سواء هيشتري ايه او مم. هيبيع ايه. هل دي ممكن تكون لايف ستايل او اسلوب حياة لواحد خارج على المعاش وعنده يعني خلينا نقول ايه الحد الادنى من رفاهية الوقت ورفاهية العلم، وتكون حاجة بالنسبة له يعني ايه ريوردنج او مربحة بشكل او باخر، سواء بقى ربح معنوي وربح مم. مادي. يعني هل ده ممكن تمام. يكون بروفايل؟ طبعا ممكن في بروفايل تانية ممكن نتكلم عليها، بس انا بتكلم دايما على الشخص اللي هو يعني برضو ما اعرفش ليه سن معاش 60. ما احنا ممكن يا جماعه انا ما عنديش 60، بس قصدي يعني ممكن نشتغل عادي. مم. ودي برضو كان كنت قريت احصائيه قريب ان اغلب الناس اللي هم طلعوا على المعاش آه، عايزين يشتغلوا، مم. يعني لان برضو عايز يزود دخله، مش عايز يبقى الحياه مربوطه بالمعاش اللي بيجيله، تمام. فعايز يبقى ليه دور اكبر في المجتمع اللي هو جزء منه، و... ومعاه مبلغ من المال في رحلته اللي هو تعب فيها في حياته دي. مم. هل ده بروفايل مظبوط اللي انا بقوله ممكن يعمل كده ولا؟ تمام. طيب في كذا حاجة بس محتاج أقولها الأول. مم. إن يعني التاريخ بيقول إن البورصة ده مش مكان إن أنا أعمل فلوس فيه على الشورت تيرم. في ناس بتدعي بتقول إنها بتعمل فلوس على المدى القصير في البورصة، ولكن دول بيبقوا لو صح فئة قليلة جدا، فئة صغيرة جدا. في البورصة هي انك تعمل فلوس على المدى الطويل. هل ده مكان يشغل بيه وقت ويشغل بيه يعني ويقضي فيه ويبذل فيه مجهود؟ طبعا، ولكن دي مش حاجة او مش المكان من وجهة نظري ومن الارقام اللي انا بشوفها ومن خبرتي اللي هي يعني تقريبا حوالي 14 15 سنة. هو ده مش مكان انك تعمل فيه فلوس على الشورت تيرم، لان هي مكسب وخسارة صحيح. متوسط الربح اعلى من متوسط الخسائر، وده اللي بيديك النتيجة، ولكن في خسائر وفي مكسب. طبعا ممكن يبتدي، ولكن بجزء يعني مش كبير من مدخراته اللي هو تعب فيها على مدار 60 سنة اللي فاتوا. وطبعا محتاج زي ما انت قلت ان هو يتعلم الاول يعني. اوكي. والمواطن اللي هو 9 to 5 اللي هو في بداية مم. الرحلة، مم. خلينا نقول ايوه. ده آه البيرفكت ده العشريناتي كده. اه طب انت لو خرجتني من المعادله، انا هنعمل ايه دلوقتي يا رجاء؟ ال 500 جنيه بتاعتي يا رجاء اعمل فيها ايه؟ هنعوضها ان شاء لا الله. يعني العشرين، ليه العشريناتي ده البيرفكت؟ طيب، لان اولا يعني هو لما بتبص مثلا على الفترات اللي فاتت كلها في البورصات العالمية كلها، ونيجي نشوف كم يوم متوسط الطلوع في البورصة،
واشوف متوسط نزول البورصة، يعني يشوف كام يوم الاسعار فيه ارتفعت متوسط الارتفاع، وكام يوم الاسعار نزلت فيه، بلاقي ان تقريبا 50-50. مم. فهو فكرة ان انا بقدر احلل وبقدر ابذل مجهود واقدر اعرف البورصة هتعمل ايه، ده احتماليات، هي لعبة مم. احتماليات. انا بشوف احتمال، انا شايف قرايتي للاقتصاد وقرايتي للتحليل المالي وكل الكلام دوت، ان البورصة بنسبة كبيرة هتطلع. ولكن الفكرة ان انا اقدر اعرف بالظبط البورصة تطلع ولا لا، محدش يعرف. صح. تمام. فامتى انسب وقت للشراء؟ انسب وقت للشراء هو اللي انا بشتري على فترات، ان انا بحوش مبلغ صغير من دخلي، ان انا اشتري كل شهر او كل شهرين. يعني زي كده ما الشركة بتستقطع الجروس جزء منه ال 20% دي اللي هي التأمينات الصحية والتأمينات الاجتماعية، أنا نزود 5% مثلا 10% عليهم، هحطها في صندوق تحطها في من صندوق من صندوق الصناديق ديت، او كل في شهر. مجموعة من الصناديق، او مجموعة من الاسهم لو انا عايزها كل مم. شهر. دي فكرة. لو واحد، بس أعتقد أنت هتحتاج إن أنت يبقى في شكل من أشكال الوعي لازم للشباب الصغير اللي لازم. هو في العشرينات، مم. بحيث ان هو يبقى فاهم. لان خلي بالك اللي هو الجروس دي الجزء بتاع التأمينات الاجتماعية والصحية دي فرض، يعني الدولة مم. فرضها كقانون. طبعا. فالشركات ما ينفعش ان هي ما تنفذش الاستقطاع ده. مم. فانت هنا بتتكلم على شاب لسه بادئ. انت بمحض ارادته شاف الحلقة بتاعتنا ان مم. شاء الله، ان شاء الله. اقتنع، قرر ان هو from day بكرة مم. يستقطع 5% 10% من الراتب بتاعه لمدة سنتين مثلا، مثلا. على الحد الأدنى يعني مم. سنتين نقول، عشان هو وبعدين يجي يزور اللي هو عمله ده بعد سنتين وياخد قرار ان هو يتخارج او يكمل. يكمل الرحلة بالظبط. بتاعته. بالظبط. ده موديل هيحتاج مننا يعني حلقات كتير ان ان شاء احنا الله. نحاول ان احنا نعمل هذا الوعي. مم. اخر حاجة احب ان احنا نختم بيها او نتكلم عليها كفقرة اخيرة مم. في الحلقة. ليه لما نسمع ان في شركة عادية بقت مدرجة في البورصة، مم. ليه دي حاجة المفروض تخلينا كمصريين نبقى سعداء وفرحانين ان في شركة مثلا تم ادراجها في البورصة سواء في مصر او بره مصر؟ مم. ليه بيعتبر ده انجاز للاقتصاد في المقام الاول؟ وليه احنا ننصح دايما او نحب نشوف شركات كتير تبقى مدرجة في البورصة؟ حلو، كذا سبب. اولا وهترد طبعا على فكرة الجرس بتاع طبعا. يا ريت. ماشي. اولا ان البورصه هي مرايه للاقتصاد، فلما بيكون عندي بورصه قويه عندي اقتصاد قوي. بورصه ضعيفه للاسف ممكن يكون الاقتصاد ضعيف. مم. فده سبب من الاسباب. السبب التاني والاهم هو ان دي انسب واسهل طريقه لان انا اجذب الاستثمار الخارجي ان هم يستثمروا في البورصه. لان دايما المستثمر الاجنبي اللي بيستثمر في بلاد مش عايش فيها بيبقى بيبص على حته التسهيل، السيوله، انا هعرف ادوس على الزرار فلوسي هتجيلي ولا هدور واطلع. على حد يشتري. فدي من اسهل الطرق ان انا اجذب بيها الاستثمارات الخارجيه. مم. وطبعا تشجيع الاستثمار عامه دي حاجه يعني اتجاه كل الدول تقريبا يعني. فانا النهارده المفروض لو شفت الجرس ده بيضرب مم. انبسط. بالظبط. ليه الجرس بيضرب يا رجائي؟ هو الجرس ده كان زمان، هو اه. البورصة كانت كل حاجة بطريقة مانيوال، طريقة يدوية. اه. حتى لما كان حد بيشتري أسهم كان بياخد ورق صح، يعني. السندات اللي ورقية دي. بالظبط بالظبط. فكان من أحد الطرق إن هم نعرف إن البورصة بدأت هو الجرس، الجلسة بدأت يعني. فاصبحت حاجة سيمبوليك، يعني اللي بالظبط هو مجرد حاجة بالظبط. رمزية ان وخصوصا احنا بالظبط يعني لما بيبقى في سهم جديد مم، نزل بنرن الجرس يعني. بيرن اه. الجرس. انا الحلقة عجباني وحاسس ان هي ان شاء الله إن شاء تكون الله. مفيدة يا رب. للناس الكتير. يا رب. يمكن تعال برضو نعمل حاجة مختلفة المرة دي، ان يعني اي حد عايز يسأل اي حاجة ليها علاقة
بالبورصة، يعني يا ريت يكتب لنا واحنا مظبوط. نرد عليه برضو ان شاء الله. يا ريت ده يبقى شيء مفيد، واعتقد ان احنا ممكن كمان ناخد حلقات اكتر، او ممكن حتى نستضيف حد لازم. يكون مم. يا اما ضارب في البورصة، او مثلا يكون حد مم. سواء بقى بيشتغل محلل مالي، سواء بيشتغل يعني في الحاجات المختلفة في التطبيقات المختلفة دي مثلا، يا ريت. ان هو يجي يحضر معانا ويتكلم اكتر عن الفكرة دي. ان شاء الله. طيب رجائي، بما ان انت طالع في دور الكونسلتنت المالي وانا طالع في دور بيربي الابناء ايوه. والحاجات دي، انا بالنسبه لي المعلومات كانت غنيه جدا ومفيده جدا، وبرضو اقتراحك ان احنا نشوف في التعليقات الدنيا هتمشي ازاي، وممكن على اساسها نبني الحلقات الجايه، ممكن نتكلم على ايه في الحته دي. ان شاء الله. فشكرا يا مستر رجائي. آه، يعني كانت حلقه لطيفه وان شاء الله تتكرر تاني. ان شاء الله. ان شاء شكرا يا الله. طلال، شكرا.